كمان عايز اقول لكم على خبر مهم جدا. في حالة غضب شديدة جدا 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 في بتروجيت، وفي ناس كلمتني، وفي مذكرة رايحة خلال ساعات لوزير البترول بتتهم إدارة نادي بتروجيت بالسفه في الصرف، وإنهم بيكلموا مدربين شغالين، وإنهم صرفوا ملايين وفشلوا حتى الآن حتى في التواجد بشكل مشرف بما يليق باسم نادي بتروجيت في الجدول. وفي شكوى لنيابة الأموال العامة بتهمة إهدار مال عام في نادي بتروجيت. ممكن أتكلم في النقطة دي يا أستاذ نصر؟ عشان أنا بشتغل بتروجيت، ابن من أبناء بتروجيت بالظبط قبل ما تكون الأهلي. بس أنا عايز أقول حاجة لوجه الله، ما يصنعه نادي بتروجيت لابد من تحويل مجلس الإدارة ده للتحقيق، لأن ده نادي شركة مش نادي عام ولا جماهيري. اللي بيعمله مجلس إدارة نادي بتروجيت يتحكم في مال بالملايين، وأنا آسف جدا وبعتذر على اللفظ، دون وعي أو دراية أو دراسة. واختيار إنك أنت تروح لمدرب شغال وتجيبه أسأت النادي بتروجيت. أما الكابتن سيد عيد فمسؤول عن تصرفاته، كل واحد يسأل عن تصرفاته، لأن أنا مش في محض حرب ضد مدير فني. كل واحد، سيد عيد مدرب محترم جدا ومدرب راقي جدا، ولكن ما صنعه مع الإنتاج سقطة سيئة في تاريخه. ولكن أنا بتكلم عن إدارة بتروجيت. إدارة بتروجيت تدير ملف الكورة بمنتهى السوء. أكتر نادي صرف في المجموعات الثلاثة، واكتر نادي خد قرارات عشوائيه. وانا بوجه كلامي لمعالي وزير البترول بل لرئيس الوزراء، اللي بيحصل في بتروجيت استفزاز، لان في انديه ما لاقياش تاكل. ملاوي مكافاه الفوز 50 جنيه، ما ينفعك انت قاعد ترمي ملايين وانت مش عارف تدير، فلترحل اكرم ليك. انا اطالب مجلس اداره بتروجيت بالرحيل، واطالب الوزير بالتدخل، لان ما ينفعش تسيب نادي تابع لشركه وكيان كبير يتعامل بهذا السفه. وانا هنا بقصد الصرف الغير مدروس، لكن الناس كلها احسن مني عشان ما حد يفهم كلامي غلط. انا لا امس اشخاص، انا اتحدث وانتقد في اسلوب اداره. بتروجيت اساء لدوري الممتاز بهذا الموسم. اتفضل يا كابتن احمد. بص، عشان انا برضو يعني الموضوع بالنسبه لي محرج، بس هتكلم في نقطه معينه. مهندس وليد لطفي رئيس مجلس الاداره راجل عنده حلم ان الفرقه معاه تصعد الدوري الممتاز. ده طبيعي، ده لكل رؤساء الانديه متخصصين. هي دي بقى المشكله. انا دلوقتي بتكلم ان في مجلس اداره موجود. شركه بتروجيت فيها قامات كتيره جدا في الرياضه. لما تخش كده الشركه، اذا كان باسكت، طايره، كره قدم، هتلاقي ناس ليها اسامي قويه جدا في الشركه. كابتن رمضان طبعا، لو سالت كابتن رمضان اشتغل في بتروجيت ده سنوات وسنوات طبعا، وعارف مين شغال في بتروجيت ومين مسؤول. مشكله عندنا في بتروجيت لما بيجيبوا مدير فني، انا كمجلس اداره طبعا ناس ليهم كل الاحترام، ناس قامات في اماكنهم كشركه بترول، اسامي كبيره جدا يعني. لكن ما اجي ادير ملف الكوره، المفروض او الطبيعي اجيب الناس اللي اشتغلت في الكوره. عندنا ناس كتيره اشتغلت في الكوره، مش بتكلم عن نفسي انا، ناس كتيره جدا. نجوم. كابتن رمضان عارف. طبعا. واحنا موظفين. لما تجيب لجنه، تقول اللجنه دي مسؤوله عن تجيب مدير فني، تجيب لعيبه. احنا عندنا مشكله لما بيجي مدير فني بيختاروه، بيقعد مع مجلس الاداره، بيوفروا له كل الامكانيات بدون تفكير. انا عايز اللعيب الفلاني يجيبها له، انا عايز مدير فني عايز كذا يجيبها له، كل حاجه بينفذوا كل طلبات المدير الفني بدون. لو في بقى لجنه او في مدير كوره او انه ينفذ كل طلبات المدير الفني، ده رقي كويسه. خلي بالك بس عشان نحط الامور في نصابها. ولكن انا مهندس بترول ناجح، مش شرط ابقى راجل بدير كوره ناجح. ما هو ده بالظبط. انا هو ده اللي بتكلم عليه. متخصصين. هو ده اللي بتكلم عليه في النقطه دي. بتروجيت اساء لبتروجيت في اللي عمله مع سيد عيد. يعني ادوا الكابتن سيد عيد يا فندم من 900,000 المليون جنيه علشان يدفع 400,000 اللي خدهم من الانتاج. كابتن سيد عيد في الانتاج ب 200,000 جنيه في الشهر. والكابتن ابراهيم صدقي، عيب ان انا اقول الرقم اللي بياخده في ملاوي عشان بس لا قول يا كابتن. والله مستحيل. 3000 جنيه بياخد من 3 ل 5000 جنيه.